المتعب. أنا أقول اليوم جميل أنه نادي النصر يتحكم فيه كريستيانو رونالدو لاعب بهذا الحجم وهذه القيمة الكبيرة، أفضل منه أنه يتحكم في ناديه لاعب محلي لم يحقق أي إنجازات لا مع منتخب بلده ولا هذيك الأرقام الكبيرة اللي قاعد يتغنون فيها بعض الأصوات. هذا جميل وهذا مش جميل. بغض النظر أنا أتكلم اليوم نادي النصر جميل. بغض النظر اليوم هذا جميل. إيه جميل. لا مش جميل. اليوم النصراويين جميل. لا شوف اليوم لما أنت تشوف انه جميل انه لاعب يتحكم في نادي. بوضح لك هي طبعا تعاطي اعلامي في الاول والاخير، لكن بنرد عليه بنفس الفكر. اليوم لما تجي تناظر النصر الثلاث سنوات الماضيه من تواجد فيه؟ تواجدوا فيه اشخاص اليوم النصراويين يرون انه كريستيانو رونالدو حل هذا الامر بتواجد فريق عمله. اليوم فريق عمل كريستيانو رونالدو في هذه السنه قدم عمل لم يقدمه الا فقط الاستاذ الفاضل احمد الغامدي اللي قدم عمل مميز في بدايه هذا المشروع. فاليوم اذا كريستيانو رونالدو بالخبره الطويله جدا بيحضر فريق عمل ويقدم هذا العمل الكبير جدا، النصراويين يقولون اهلا برئاستك لنادي النصر. عندك جواب على موضوع نواف العقيدي؟ تكلمت الحلقه السابقه بخصوصها الان. رساله نفس الرساله السابقه كابتن نواف. لنواف نفسه ولا للاداره؟ للكابتن نواف العقيدي. السبب غياب الموضوع عنده. الموضوع عند نواف. الموضوع عند جسوس. والموضوع عند نواف تشوفه؟ لا انا اتوقع انه نواف ممكن يعني لديه ظروف اما اصابه او ما شابه ذلك، لكن ارجع اعيد مره ثانيه كابتن نواف العقيدي، جماهير نادي النصر، السيد جسوس، اداره نادي النصر، الجميع واقف